انهيار منال الصيفي زوجة الفنان الراحل أشرف مصلحي. شيعت بالأمس جنازة الفنان الشاب والراحل أشرف مصلحي عن عمر يناهز 49 عام. وبمجرد الإعلان عن شخصية أو زوجة الفنان أشرف مصلحي وبدأ الجميع يسأل يا ترى مين هي منال الصيفي. منال الصيفي هي ابنة المخرج الكبير حسن الصيفي والفنانة زهرة العلا، واللي ناس كتير جدا خمنت هي مين من اسمها، لأن اسم حسن الصيفي أو الصيفي مش كتير أو قليل جدا ونادر. ومنال الصيفي هي مخرجة مصرية درست الإخراج السينمائي في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج، واتخرجت منه سنة 1993. وفي الوقت الأخير من مرض زوجها الفنان أشرف مصلحي بدأت منال تطلب من الجمهور إن هم يدعوا لزوجها ويتمنوا له الشفاء لأنه مريض بمرض السرطان. ومن هنا بدأ الجمهور يتساءل مين هي منال الصيفي أو مين هي زوجة أشرف مصلحي، وخصوصا إنها مش معروفة لشريحة كبيرة جدا من الجمهور. أما على المستوى الفني والمهني فهي معروفة جدا وليها أعمال كمخرجة. أما عن أعمالها كمخرجة فأخرجت فيلم المش مهندس حسن بطولة الفنان محمد رجب، وده كان في 2005. أما الفيلم التاني فهو الحياة منتهى اللذة اللي أخرجته عام 2008 وبطولة حنان ترك. أما عن آخر تصريح للمخرجة منال الصيفي فهو كان بخصوص زوجها الراحل أشرف مصلحي، واللي قالت فيه إن هو كان بيعاني من مرض السرطان بقاله 2 سنين وكانت مخبية عنه، وتوفى الفنان أشرف مصلحي وهو ما يعرفش إن هو عنده سرطان. أما أبناء أشرف مصلحي ومنال الصيفي فهم 4: كريم ويوسف ومريم ونور. وخلال تشييع جثمان زوجها الفنان أشرف مصلحي منال الصيفي كانت منهارة جدا، وكانت بتردد وتقول إنها أكتر حاجة زعلانة لأنها مش هتشوفه تاني وإنه مات صغير وكمان اتعذب قبل ما يتوفى. وبالفعل خيمت حالة من الحزن على الوسط الفني كله بمجرد إذاعة خبر وفاة الفنان الشاب والراحل أشرف مصلحي، وخصوصا إنه ما كانش حد عارف إن هو تعبان غير بأيام قليلة جدا قبل وفاته، ومن خلال تصريحات زوجته منال الصيفي. والفنان أشرف مصلحي ليه العديد والعديد من الأعمال الفنية اللي بتفوق 70 عمل ما بين أفلام ومسلسلات. اشتهر بدور الضابط في السينما المصرية وكمان في الدراما. أما عن آخر أعمال الفنان الراحل أشرف مصلحي فهو مسلسل الطاووس اللي اتعرض في 2021 ومسلسل الاختيار. ودي كانت نبذة بسيطة عن مين هي زوجة الفنان أشرف مصلحي اللي الناس بتتساءل عنها. كان الله